السلام عليكم بدر الزمان. نينو أخيرا جيت، مستنياك من زمان. إيه نتيجة الأشعة؟ لقيت إيه جوايا؟ عرفت فين المشكلة؟ لقيت الحل؟ بدر الزمان، انت عارفة إن اللغز هو الحياة والحل مش منتهاه. اللغز هو الرحلة، هو البهجة. يا نينو مش وقت حكم، ربنا يكرمك. أنا محتاسة في صورتي اللي مش شايفاها والضلمة اللي حساها. أنا حاسة بفراغ وبفتكر فيلم ويزرد اوف آز، الراجل الصفيح اللي بدون قلب، وخيال المآتة اللي بدون عقل، وحتى الأسد اللي بدون شجاعة. وبحس إن أنا كلهم في بعض، الشجاعة بس هي اللي مختلفة، لأن عندي بحس إني بلا حياة، بلا روح. في الأول أحب أطمنك، حوارك معايا بيقول إن عندك عقل، لأنك بتتكلمي كلام منطقي وقادرة تتكلمي وتتحركي، وكمان عندك إدراك بالمشكلة. كل دي أساسيات لو مش موجودة ما كانش هيبقى فيه مشكلة. وياما ناس عايشة زيك كأنهم مربوطين في سواقي، رايحين جايين، يحسدهم الحاسد على اللي عندهم، ولا هم مدركين اللي عندهم ولا حتى إيه اللي ناقص لهم. اتنهدت بدر الزمان وكأنها ارتاحت شوية، حتة صغننة قوي نورت، يمكن نقطة وسط العتمة لمعت، أو شرارة اتشكلت. طيب يا فرحتي بإدراكي للمشكلة، أحل إزاي؟ قبل ما تتعجلي محتاجة تعرفي السبب ورا رغبتك في الحل. وقبل ما تستعجلي بالرد لازم نتفق على إيه؟ على طريقتنا للحل. يا سيدي أنا موافقة، بس قولي أعمل إيه وأنا أعمله. دي أول نقطة هنختلف فيها أهو من أوله. أنا قلت إيه غلط وادي التانية. تعالي نتفق، لا في صح ولا غلط، دي اختراعات بشرية نيتها كانت كويسة وقلبت بغم علينا كلنا. تعالي نعمل شوية افتراضات، وده صميم شغلنا كمخترعين وأطباء، مع العلم إن جوانا حاجة عايزة تثبت رأينا. هنفترض إن مفيش صح ولا غلط، في طرق مختلفة للتعامل مع كل التحديات، والطرق دي اختيارات. كل يوم هيقابلك اختيارات واختيارات واختيارات، انتي وباقي البشر، وانتي وانا وكلنا، كل مننا صاحب اختياره. كل يوم هتختاري، ومع الاختيار هتتفتح أبواب وتتشكل طرقات. في اختيارات هتأدي لنفس النتائج، وفي اختيارات هتأدي لنتائج مختلفة. دورك إنك تختاري، وتعرفي بتختاري على أي أساس، تحددي أساساتك وتفهمي اختياراتك وتقبلي بالنتائج. النتائج مش صح ولا غلط، النتائج نتائج فقط لا غير، برضو طرق وحارات. اختاري تاني وتالت، وكل ما تختاري كل ما النتائج تتغير أو تتكرر. من كلامك حاسة إني في متاهة. المتاهة لما تدي لغيرك مفتاح اختياراتك وتمشي ورا الناس. المتاهة لما تستني الناس توافقك على اختياراتك. المتاهة لما تطلبي موافقات وموافقات وكأنك عايزة موافقة بالإجماع. المتاهة لما تاخدي رحلة غيرك وتمشي عليها. المتاهة لما تنسي نفسك وسط الزحام وتطمسي ملامحك عشان تشبهي الباقيين اللي مستخبيين. متاهات كتيرة بنحط نفسنا فيها. يعني أعمل إيه أنا دلوقتي؟ هسألك أسئلة إجاباتهم جواكي، ثقي إن الإجابة جواكي. إزاي وجوايا صدى لفراغ أزلي؟ دي فرضية من الفرضيات. لو ركزتي طاقتك على الفراغ هيزيد شعورك بالفراغ ويقوى. تعالي نعمل تجربة بسيطة. شايفة المفتاح ده؟ شايفاه. غمضي عينيكي وانا هخبي المفتاح. غمضت. خلاويص. لسه. خلاويص. لسه. خلاويص. خلاص. الله، في حاجة نورت جوايا، نقطة صغيرة. ايه هي؟ شفت نفسي طفلة بلعب في الجنينة. انهي جنينة؟
لسه مش عارفة. بتلعبي مع مين؟ ما شفتش كويس، الصورة كانت ومضة، بانت واحنا بنلعب أنا وإنت مع بعض. اللعب بيصحصح الطفل اللي جواكي، والطفل اللي جواكي فيه سر الحياة. طيب يلا نلعب تاني، احنا لسه ما خلصناش. دوري على المفتاح، أنا خبيته بطريقة ذكية جدا، الجن الأزرق ما يعرفلوش طريق جرة. راحت بدر الزمان تدور وتدور وتطلع وتنزل وتدور وتدور وما لقيتش حاجة، ما لقيتش المفتاح. غريبة، ده أنا حطيته في حتة ظاهرة جدا. انت مش قلت طريقة ذكية؟ ما هي دي الذكاوة بعينها. بصيت له بغيظ وراحت تدور تاني، برضه ما لقيتش. يا ترى ايه هدف نينو من لعبة المفتاح دي؟ هو بيضيع الوقت ولا فاهم بيعمل ايه؟ ويا ترى بدر الزمان على الطريق اللي تتبدد فيه ضلمتها، ولا هتفضل تزيد حيرتها؟ عايزين تعرفوا؟ اسمعوا الحلقة 7.